طب دلوقتي الشيفت بيبقى قد ايه؟ زي ما احنا قلنا الشيفت بيبقى 6 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة. ممكن يبقى الشيفت 3 ساعات بس ده بيبقى نادرا قوي. حجزت الشيفت ونزلت ورحت فتحت الابلكيشن. اول ما افتح الابلكيشن بيقول لي ابدا الشيفت وبياخد صوره من، لازم اصور وشي عشان ابعته للابلكيشن عشان يفتح. فتحت الشيفت، بفضل مستني لحد ما يجي لي اول اوردر. جالي اول اوردر تمام. ببص في التليفون، لازم دايما يبقى معايا هاند فري حاططها في وداني عشان اقبل كل الاوردرات. طب هتقول لي لو انا ما قبلتش اوردر ايه اللي بيحصل؟ ما ينفعش ما تقبلش اوردر. اولا في خاصيه اسمها خاصيه القبول التلقائي. القبول التلقائي دي لو فعلتها وفتحت بس واجهه الابلكيشن هو بيختار، هو بيقبل الاوردر لوحده. طب انا دلوقتي لو ما قابلتش اوردر ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه في حاجه اسمها التقييم. التقييم دون بيبقى باتشات. ايه الباتش؟ الباتش ده الحاجه اللي انت تقبض على السعر بتاعها. طب ازاي؟ دلوقتي اعلى تقييم 100%. انا تقييمي 100%. ايه التقييم؟ طيب التقييم ان انا في كام حاجه ما اعملهمش، لو ما عملتهمش تقييمي بيفضل 100%. ان انا ما اغيبش وما اتاخرش عن الشيفت، الشيفت ما يسمعش عليا تاخير. وان انا ما اغيبش اليوم اللي اخترت فيه الشيفت. يعني يوم انا اخترت فيه شيفت ما ينفعش الشيفت ده ما انزلوش. لا اما تاخير او غياب، او ان انا ما اقبلش اوردرات، او اوردر يترمي عليا. ازاي اوردر يترمي عليا؟ ان جالي اوردر مثلا في الشارع الفلاني، فانا ما اتحركش على الاوردر بسرعه، قدامي مثلا بيتم من 10 ل 15 دقيقه. انا في ال 10 ل 15 دقيقه دي ما اتحركتش على الاوردر، الاوردر هيطير من عليا والتقييم هينزل. فالتقييم نزل، فانت بتتحاسب على الباتشات. باتش واحد لازم ما تبقاش لمده اسبوعين ورا بعض، ولا متاخر يوم ولا غايب يوم، وتقييمك 100%. يعني قبلت كل الاوردرات ومفيش اوردرات طارت من عليك. طب انا دلوقتي عملت كل اللي انت قلت لي عليه دوت، هتبقى باتش واحد. طب غبت يوم ممكن تبقى باتش اتنين مثلا. طب اتاخرت يوم تبقى باتش اتنين. طب تقييمي نزل شويه، باتش اتنين. طب اتاخرت يوم وغبت يوم، تقييمي بينزل تلاته، باتش تلاته. ايه اسعار الباتشات؟ طيب الباتش واحد بيقبض في العجل على 13. باتش واحد في العجل على 13. باتش واحد في المكن 19. باتش اتنين في العجل 12. باتش اتنين في المكن 18. باتش واحد في العجل 11. باتش واحد في المكن 17. وفي اول ما بتبدا كده بيبقى انت باتش خمسه. باتش خمسه ده بيقبض على كام؟ بيقبض على 11 جنيه الاوردر. طب لو انت تقييمك نزل قوي وبقيت باتش اربعه، باتش اربعه ده هتقبض على 10 جنيه على الاوردر. تمام. انا بفضل مستني، جالي اوردر تمام. لازم قلنا يبقى معايا هاند فري عشان اسمع كل الاوردرات اللي بتجيلي. الاوردر جالي وقبلته، يقول لي توجه الى مطعم مثلا كذا، وبيفتح لي الخريطه. فبفتح الخريطه واشوف المطعم ده فين واتحرك عليه. اتحركت على المطعم بدوس لقد تم الوصول للمطعم، بيقول لي خش اسال على الاوردر ده. طب الاوردر انا بسال عليه ازاي؟ في طريقتين. طريقه في مطاعم بتسال، بيقول لك قول لي اخر ثلاث ارقام في الرقم الكبير، هتلاقي رقم كبير كده للاوردر. هيقول لك قول لي اخر ثلاث ارقام، هتقول له هتاخد منه اخر ثلاث ارقام من الابلكيشن وتقولهم له. طب قال لك لا انا عايز شباك، هتلاقي شباك وجنبه اربع ارقام، هتقول له شباك واخر رقمين. يعني مثلا شباك 95، اخر رقمين 95، هتقول له شباك 95. اتاكد ان المطعم صح. يبقى مكتوب لك مثلا كشري التحرير، تروح كشري التحرير، مش يبقى مكتوب لك حاجه وتروح حاجه تانيه. دي حاجه. دخلت المطعم وسالت على الاوردر، قال لي الاوردر ثمنه كذا. العامل قال لي الاوردر ثمنه كذا. فبص عندي على الابلكيشن، الابلكيشن بيقول لي مثلا ادفع للمطعم 5 جنيه، تدفع للمطعم 5 جنيه. الابلكيشن انت ملزم بيه، ما ينفعش تدفع ازيد او اقل. دي حاجه اهم حاجه في الموضوع ده كله. طب قال لي لا تكن بالدفع للمطعم، يبقى الاوردر فيزا مش هدفع للمطعم. استلم الاوردر، خدت الاوردر من المطعم، اروح دايس استلام الطلب، دوست استلام الطلب، هيفتح لي يعني هيكتب لي عنوان العميل ويفتح لي خريطه ان انا اتحرك على العميل. اتحركت على العميل، افضل اسال عن العنوان واتاكد ان العنوان صح. اهم حاجه برضو بنوه عليها، ان العجله بتاعتك او المكنه تحاول تامن عليها كويس، عشان في ناس كتير الصراحه بتسرق العجل وكده وبتسرق المكن. فحرص برضو يعني، خلي بالك.
انا دلوقتي رحت لعنوان العميل، معايا الباوتش بتاعي، الاكل سخن تمام، الاكل في حاله كويسه كده، انا تمام. طلعت عند العميل طلعت عند العميل بديله الاوردر. لو هو فيزا ما باخدش منه فلوس، بس في مطاعم معينه او اماكن معينه اسمها اماكن شريكه مع طلبات. ازاي؟ بروح المطعم ما بدفعش فلوس المطعم، بس بروح للعميل باخد فلوس منه. تمام. حصل كل دوت اوردر كاش، رحت دفعت في المطعم، قال لي خد من العميل كذا، خدت من العميل كذا. طب اوردر فيزا، قال لي لا تقم بالدفع في المطعم، ما دفعتش في المطعم، رحت للعميل قال لي لا تاخد، ما تاخدش حاجه من العميل، ما خدتش حاجه من العميل. تمام. اوردر شريك، فرحت للمطعم ما دفعتش فلوس، ورحت للعميل خدت منه فلوس. كل ده تمام. في حاجه اسمها في الابلكيشن المحفظه دي بتقفل عند 1000 جنيه. ازاي؟ انا دلوقتي مثلا زي ما قلت لك، في اوردرات كاش الفيزا كده كده ما بيتضافلكش حاجه على المحفظه بتفضل زي ما هي في اوردر الفيزا، مش ما بتزيدش ولا بتنقص. طب انا دلوقتي المحفظه دي بتشتغل ازاي؟ انا دلوقتي اوردر كاش، قال لي ادفع في المطعم 50 جنيه، رحت دفعت في المطعم 50 جنيه، المحفظه اتخصم منها 50 جنيه اللي انا دفعتها. تمام. تمام. رحت للعميل قال لي خد من العميل 60 جنيه، خدت من العميل 60 جنيه، المحفظه اتضاف عليها 60 جنيه اللي انا خدتها. يبقى كده اتضاف على المحفظه كام؟ بعد ما اتخصم 50 واتضاف 60، يبقى اتضاف ال 10 جنيه بتاعت التوصيل للابلكيشن. طب انا الفلوس دي باخدها ليا؟ لا طبعا. القبض بتاعك بيبقى كل اسبوع. الفلوس ديت انت لما بتوصل ل 1000 جنيه بتوردها. طب ازاي هتوصل ل 1000 جنيه؟ في مثلا اوردرات ب... بتبقى ما بتدفعش في المطعم، وبتروح تاخد فلوس من العميل. مثلا اوردر مثلا ب 500 جنيه، يقول لك لا تكن بالدفع في المطعم، تروح للعميل تاخد منه 500 جنيه. طب انا دلوقتي خدت 500 جنيه من العميل، والمحفظه بتاعتي هتوصل ل 1000. قبل ما توصل ل 1000 افضل اورط في المحفظه عشان الفلوس عشان المحفظه ما توصلش ل 1000. طب لو وصلت ل 1000 بيبعت لي اوردرات فيزا بس. لو المحفظه قفلت على 1000 بيبعت لي اوردرات فيزا بس، ما بيرضاش يبعت لي اوردرات كاش. وانا طبعا عايز ابقى شغال كويس، اللي هو ايه، كاش وفيزا وكله. فاتاكد ان انا اورد اول باول. تمام. دي بالنسبه لجزئيه ان انا اورد الفلوس كلها. اورد ازاي؟ ان انا اروح لاي فرع فوري، او اي كشك، اساله عندك توريد طلبات؟ فرع فوري ما بياخدش منك فلوس، الكشك هياخد منك مثلا فلوس بس حاجه بسيطه. طب ايه، في حاجه تانية؟ في حاجه تانية. ايه هي؟ فينوس، عربيات فينوس. هتروح عربيات فينوس وتورد. عربيات فينوس بتورد ال1000 ب5 جنيه، يعني ال100 بنص جنيه. فاللي هو اساسا انت مش هتورد، مش لازم تفضي المحفظه على الاخر. انا دلوقتي معيش فلوس بتاعتي انا، فسيب في المحفظه 500 جنيه بحيث ان انا اشتغل بيها. مش شرط ان انا اشتغل بفلوس، يعني انا في الاول بنزل بفلوس، طب انا مش عايز اشتغل بفلوس تاني، بروح سايب في المحفظه 500 جنيه، واشتغل عادي بيها، وفلوسي انا شايلها على جنب. طب انا دلوقتي القبض بقبض ازاي وكده؟ القبض بتروح اول حاجه، الفلوس مثلا بتبقى في المحفظه، فالقبض مثلا بينزل يوم الخميس، القبض بينزل كل خميس ما عدا اخر الشهر. فلما القبض بينزل كل خميس، انا مثلا ليا قبض 100 جنيه، والمحفظه بتاعتي فيها 900، يروح خاصم 100 جنيه من 900، 800 جنيه. يبقى يوم الخميس يبقى في المحفظه 800 جنيه، يبقى انا اتخصم 100 جنيه بتاعت القبض بتاعتي. طب اخر الشهر ايه اللي بيحصل؟ اخر الشهر لو الشهر مثلا اخر يوم 30، يوم 30 المحفظه بتبقى على الصفر. طب المحفظه بتبقى على الصفر، المحفظه مثلا كان فيها 100 جنيه، وانا قبضي 200 جنيه، يبقى انا ليا عند المشرف 100 جنيه، بقابله وباخدها منه. ده الكلام ده اخر الشهر بس. طب بقابله امتى وباخدها منه امتى؟ يوم 5 في الشهر الجديد، بقابله يوم 5 في الشهر الجديد وباخدها منه. طب المشرف انا كان في المحفظه 500 مثلا، والمحفظه صفرت على 500، لا كده المشرف اللي عندي لو انا قبضي مثلا 100، يبقى المشرف اللي عندي 400 جنيه. المشرف بيقول لي طريقه ادهم له بيها. ده الكلام ده في اخر الشهر بس. تمام. لكن القبض زي ما بقول لك بيبقى زي ما انا قلت لك كده كل يوم خميس. بس يعتبر كل ده كل حاجه خاصه بطلبات قلتها لكم، ناقص بس التطبيق ان انا
اطبق لك الكلام ده عملي على الابلكيشن، وان شاء الله هطبق لك الكلام ده عملي على الابلكيشن، وهتفهم كل حاجه اكتر ما انت فاهم. وهقول لك غلطات ما تقعش فيها في الجزء في الحلقه